ماذا تغير في شق تجديد رخص السياقة؟ مؤخرا رجال الأمن وحتى الدرك الملكي كيطالبوا بعض السائقين بإدلاء شهادة طبية ديال العينين تحديدا. هذه المسألة يعني قانونيا ما كايناش، لأنه كانت واحد المرحلة انتقالية. كنعرفوا على أن الناس كنعرفوا أن تجديد رخصة السياقة الإلكترونية بدا في 2008. الآن كل واحد كيجدد يعني بعد مرور 10 سنوات خصك تجدد البيرمي، يعني اوتوماتيكمون كتدير معاه شهادة طبية. وهذه الشهادة الطبية راه ما فيهاش فقط غير العينين، فيها أنها الأهلية للسياقة اللي فيها العينين، فيها مؤخرا بدا كيوقفوا يعني كيطالب أنه خصك تكون عندك شهادة العينين تحديدا او لا كتخلص واحد الغرامه. هذه المساله ما كايناش، هذه المساله ما كايناش قانونيا. لانه علاش؟ لانك انت فاش كتجدد البطاقه، كتجدد البيرمي، اوتوماتيكمون كتدفع معك هذيك الشهاده الطبيه، واللي كيتكلف الطبيب هو اللي كيدفع المنصه ماشي انت. هذه الحالات